لازم ادلع الولاد واعملها لهم في العيد. سهله وبسيطه يعني، ومكوناتها ان شاء الله موجوده في كل بيت. مكونات بسيطه جدا، هتعملي احلى كوكيز للعيد، طعمه يجنن، حلو قوي. كمان لو هتعملي توزيعات العيد تحطيه كده في التوزيعات، تحفه. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه عندي هنا 250 جرام من الزبده، يعني مج مليان من الزبده، عليه كوبايه من السكر بودر المطحون. تمام، بخلطهم حلو قوي مع بعض لغايه ما يبقى هش عندي كده وكريمي. بنزل عليهم بيضه واحده بدرجه حراره المطبخ، وهنزل عليها طبعا معلقه صغيره كده من الفانيليا، سائله او بودر عادي مش هتفرق خالص معايا. بقلب بقى المكونات دي حلوه قوي لغايه لما تختلط حلو ببعضها وتبقى لونها فاتح وهشه وكريميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بكون مجهزه جنبي 3 كوبايات من الدقيق، بس بنزل بيهم بالتدريج مش بنزل مره واحده. بجيب الاسباتيولا كده والم الاحرف بتاعه العجينه بتاعتي وابدا انزل بالدقيق، وهنزل عليه بنص معلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح بالشكل ده كده. وهبدا اخلط المكونات بتاعتي، بنزل بالدقيق بالتدريج لان يعني حسب نوع الدقيق. ممكن اخد الثلاث كوبايات كلهم، ممكن اخد 3 كوبايات اللي معلقه، ممكن اخد 3 كوبايات ومعلقه. فانزل بالدقيق سنه سنه كده، ايه، واحده واحده لغايه ما اشوفه هياخد معايا قد ايه. هنا بقى هبدا استخدم ايديا في العجن عشان اقدر اظبط العجين. انا ما بعجنش، انا يا دوبك بلم العجينه بس، بخلط المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين كده بطراطيف صوابعي بالشكل ده. وبعد كده هنزل باقي الدقيق، دي كانت اخر كوبايه عندي، نزلت بنصها وبعد كده هنزل بالنص التاني، وتبقى العجينه عندي ناعمه وطريه تحفه. بقت العجينه عندي بالشكل ده كده. انا عندي العجينه هقسمها اسمين، هقسم يعني نص اكبر من نص، يعني تقدري تقولي التلت والتلتين. شايفين العجينه طريه وحلوه ازاي؟ هاخد بقى الجزء الصغير ده انا هحط عليه كاكاو، تقدري ان انت تقسميها جزئين متساويين زي ما تحبي بقى، زي ما انت عاوزه. هحط عليه معلقه من الكاكاو وهخلطها حلوه قوي مع العجينه بتاعتي. بعد كده هيبقى عندي جزء بالكاكاو وجزء ساده، بغطيهم كيس بلاستيك عشان ما تنشفش معايا، وابدا افردها معاكم واوريكم ازاي بقطعها وازاي بشكلها. انا خدتها بين كيسين، فردت كيس تلاجة حطيت عليه العجينه، وحطيت كيس تلاجة كمان. وبحب اشتغل على اي حاجه عندي تبقى سهله الحركه، بحيث ان انا الفها يمين والفها شمال لغايه لما تتفرد معايا. مش بتبقى تخينه قوي ولا رقيقه قوي، يعني سمكها تقدري تقولي نص سنتي او اقل من نص سنتي كمان شويه. عندي القطاعه دي اللي هي على شكل ورده، بقطع بيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلنا لغايه هنا تنسيش تنزلي في الكومنتات صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، علشان انتوا تاخدوا الاجر وانا اخده معاكم زي ما احنا متعودين بمنتهى السهوله. كيس التلاجة هنا سهل معايا لاني برفع بيه الكوكيز معايا، لان طبعا العجينه حساسه جدا، فبرفعها بمنتهى السهوله. وممكن كمان على اي قطاعه عندك تقدري ان انت ترفعيها بالشكل ده كده، بتطلع معاكي بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. بواقي العجينه بلمها تاني وابدا اقطعها تاني بالشكل ده وارصها عندي. انا حطيت في الصينيه بتاعتي ورق زبده، تقدري ان انت تحطي كده عادي في الصينيه من غير اي حاجه خالص ولا اي ماده دهنيه، هي فيها الماده الدهنيه الكافيه. جبت انا بقى عندي هنا قمع هعمل بيه الدواير الصغيره زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى العجينه التانية كمان اللي بالشوكولاته وقطعتها بنفس الطريقه، وهرصها في صينيه بنفس الشكل بالظبط بشكل ورده. بقطع برضو الدواير، باخد منها الم العجينه وارجع اقطع تاني، وبعمل منها كمان دواير اللي هي بقى هتبقى راس الخروف بتاعنا، دواير من اللون البني بالشكل ده كده. ببدا اجيب الدايره وبحطها بالشكل ده، واجيب بقى قطع صغيره من العجينه اعملها القرون بتاعه الخروف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بايديا كده بشكلها بمنتهى البساطه، يعني مش عايزه اي حاجه، وكور صغيره بعمل بيها رجل الخروف. وكده بقى عندي الخروف بتاع العيد بس ناقصه العينين. هجيب بقى من العجينه البيضه، هعمل كور صغيره خالص وابدا احطها كعينين للخروف، بتبقى كده شكل الخروف عندي مكتمل وزي الفل. عندي الخروف بتاعي خروف حلو كده ومقلبص كده، حاجه بقى هنضحي بيها، حاجه محترمه. تقدري لو عندك قطعات اصغر وحابه تعملي حاجات اصغر من كده تقدري تعمليها. طبعا زي ما احنا متعودين طول ما احنا شغالين ذكر ربنا فوقنا، الاستغفار، احنا في ايام مفترجه. يا رب كده يعني تكون ايام خير وبركه على الكل يا رب ان شاء الله. طبعا ما ننساش الصلاه على الرسول طول ما احنا شغالين، الاستغفار، ذكر ربنا، الحاجه بيكون فيها بركه ما حصلتش عن تجربه. عندي بقى اللي بالشوكولاته، جبت الدوائر البيضه بالظبط قطعتها برضو بالقمع بتاعي، وهبدا اعمل القرون من العجينه البيضه واحط له العينين بتاعته، هتبقى من العجينه السوداء عشان تنطقه كده ويبقى خروف كده حلو كده. كده عملت عندي الكميه بتاعتي.
ما شاء الله ما شاء الله، المقدام طلع كمية حلوة قوي، شكله تحفة، مش قادرة اوصف لك حلاوته. وانسي بقى الطعم، الطعم ده في حتة تانية. عندي هنا عملت اللي بالشوكولاتة وعملت الابيض. هدخلهم فرن على درجة حرارة 180، بياخد معايا حوالي 15 دقيقة في الفرن. اول ما ياخد لون من تحت بفتح عليه الشواية على خفيف خالص، انا مش حاباه يطلع ملون قوي. تمام. دخلته الفرن بعد بقى ما طلع من الفرن، بقى عندي بالجمال والحلاوه دي. شايفين شكله تحفه، ما فرش معايا، الرسمه ثابته زي ما هي، طالع معايا حلوه قوي قوي. تقدري تفتحي اللون عن كده او تغمقيه عن كده زي ما تحبي. انا شايفه اللون ده بالنسبه لي انا حلو قوي. لونه من تحت تحفه ولونه من فوق تحفه، تسويه ممتازه جدا. مش قادره اوصف لك ريحته في الفرن كانت عامله ازاي. حاجه حلوه بقى كده في العيد، وفرح بيها الولاد الصغيرين. ولو هتعملي توزيعات العيد تقدري تحطيها معاها برضو في توزيعات العيد، تقدميه لضيوفك حاجه حلوه كده مميزه. لازم بقى نعرف ان احنا في عيد بقى، عيد اضحى، كل سنه وانتم طيبين. شايفين بكسرها تحفه من جوه، لونها تحفه هشه، حاجه بيتي فور، بيتي فور بالظبط. حبيت بقى اصور لكم في البلكونه لان اضاءه المطبخ عندي كان نور قطع والاضاءه كانت بايظه خالص، فقلت اصور لكم بقى عشان تشوفوا الالوان وحلاوه الخروف كده على طبيعته. ما تنسوش تنزلوا في الكومنتات تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.